نعطيه التوازن. اليوم بنزيما دائما هو اظن انه المفتاح الفوز اللاعب في فريق الريال، خصوصا عندما يكون في احسن احواله من خلال التحركات ومن خلال تمريراته ومن خلال اعطاء المساحات للاعبين بيل ورونالدو. بنفس الشيء في وسط الملعب مودريتش مع إيسكو. اليوم إيسكو اظن في افضل حالته الان. إيسكو اظن انه اصبح احد اللاعبين يفوز على ألافيس بهذه التشكيل. فما دور هؤلاء اللاعبين في نهايه المطاف؟ لا طبعا انا في ظني ان الريال هيبقى مكسبه، بس مكسب هيواجه فيه صعوبه نوعا ما. زي ما قلنا التغييرات الكتيره في خط الدفاع ممكن تاثر على مردود الفريق، انما إسكو مهم قوي في نص الملعب، وخاصه في المباريات اللي دايما بيبقى فيها تكتلات يا كابتن خالد. الناس تقول لك ريال مدريد فريق العرضيات، في وجود إسكو عرضية كريستيانو رقم 7، وكان هناك أجواء مصالحة ما بين جماهير البرنابيو وكريستيانو رونالدو الذي عاتب الجماهير على صيحات الاستهجان، وقال لكل لاعب بشر قد لا يكون في يومه في أحد المباريات، ولكن المبدأ هو أن يكون جاهزا وفعالا على امتداد كل المباريات. في مدريد 5 ألقاب ليغا، 2 على مستوى دوري الأبطال ولقبين في الكوبا ديل ري، وهو مدريدي مشهور متعصب وله عبارة شهيرة: لا مجال للمجاملات، إذا لم تكن مدريديستا فأنت خصمي. هكذا كان خوانيتو الذي يودع أو نقول يتذكر أنصار ريال مدريد في هذه المباراة قبل انطلاقة هذه المباراة بلا ملعب سانتياغو برنابيو. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا الملعب، في هذه الأجواء المشمسة، في هذه الانطلاقة، ورونالدو بعيدة. اللمسة الأولى، اللعبة الأولى خطيرة من لوكا مودريتش لكريستيانو. إنها البداية يا سادة. شوفها من جانب لوكا، التمريرة مفاجئة. اللمسة الأولى لريال مدريد، أرادوا بداية قوية تسديدة كريستيانو، لكن أسوأ مشروع مرتدة لمصلحة ألافيس، يبعدها بعد ذلك الحارس اللي خرج من مرماه في توقيت رائع. كاسيا بالخطأ من دفاع ديبورتيفو. ألافيس قد يجد بعض المعاناة في الدقائق الأولى أمام هذا الدفاع، أمام هذا الهجوم، أمام هذه المحاولات، أمام كريم يلعب كرة لبين، تدخل الدفاع، عودة كريستيانو على الجهة اليسرى يحاول هجوم مدريدي قوي من البداية، ورونالدو يلعب كرة عرضية بعيدة عن الكل، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. المنعطف الحاسم طريقة اللعب. أمس يلعب دانيلو في وسط الدفاع، وكارفاخال في مكانه المعتاد كظهير أيمن. بعد 10 دقائق في برنابيو 0-0. رافائيل فاران يترك مكانه مصابا في تشكيلة ريال مدريد. طبعا في المنعطف الأهم من الموسم كل مدرب يضع يده على قلبه، يخشى من إصابة. فاران، هل أنت على ما يرام يا فاران؟ لسانس كذلك أبدا بالنسبة لألافيس. مع مضي الوقت يحصلون على مزيد من الثقة. هذه كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، تدخل، محاولة خطيرة، وبعد ذلك حارس المرمى يخرج. كاسيا للوصول للكرة. نفس الأمر بالنسبة لمارسيلو الغائب عن هذه المباراة. جميلة من جانب دانيلو، استقبال جميل، محاولة إلى كريم بنزيما. كريم عدى حلوة من جانب كريم، لكنها عالية بعض الشيء بنزيما. شوف التمريرة من دانيلو، مرة كريم وقوية، لكنها عالية يا بنزيما. عالية. بنزيما يمر بانتعاش كبير، بنزيما يمر بفترة جيدة. بنزيما طبعا فترة التوقف الدولي كان مرتاح. زهير مرة أخرى، كرة تعود لعناصر ديبورتيفو. ألافيس دفاعهم يلعب بالنار أمام الرجل. خطأ، يرتكبون الخطأ أمام الرجل. الخطأ بالتأكيد أمام كريستيانو في هذا الشوط الأول. ثانية، ثالثة، سابعة تقريبا خطوات، 7 خطوات عاد إلى الوراء. جاريث بيل حالة من الترقب، من الانتظار. النجم الويلزي على تنفيذ الخطأ. بيل يلعب كرة لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى عدت بسلام بالنسبة للحارس باتشيكو، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. طبعا في الوقت اللي كان فيها الاسبوع الدولي، اسبوع التوقف الدولي مدريد. هذه التمريره باتجاه إسكو، تمريرات مثلثات بين لاعبي ريال مدريد الى كريم بنزيما على جهه اليسار. كريم محاوله مرور خطيره لدانيلو، عرضيه لمن بعيده عن الكل. كارفاخال قويه لكنها بعيده.
الهدف الأخير إلى الأندية الأرجنتينية الكبيرة. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وكاسياب يبعدها بقبضة يد. عودة مرة أخرى، عودة لكاماراسا. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع تدخل إلى كريستيانو رونالدو. يلعبها لإسكو سريعة انطلاقا لكريم في كعبة ضاعت منه وتحولت. 23 دقيقة لعب حلو سريع في المباراة. الدقيقة الأولى تسديدة قوية من كريستيانو فوق العارضة. تحرك هجومي لمصلحة ريال مدريد. توني كروس صغيرة الجلة ممتازة في الجبهة اليسرى إلى جاريث بيل. هذه الكرة خاطئة يستعيدها بعد ذلك اسكو. والله المهارة ولكنها بعيدة. حلوة من اسكو، جميلة من اسكو. الكرة عند اسكو ممتعة جدا. لمسات النت من الساحر الصغير اسكو، القصير اسكو. شوفها مرة أخرى، المهارة العالية تزيد أرادها في الزاوية البعيدة ولكنها بعد ذلك جاءت بعيدة. اسكو يحرج زيدان في كثير من المرات للمرينجي في المواجهات المباشرة بين الفريقين. توني كروس تحرك من جانب كريستيانو على الجهة اليسرى طويلة. الكرة إلى رونالدو، يصل كريستيانو في المكان المناسب في الوقت المناسب بالمهارة بالمرور الجميل. رونالدو عدى وكرة عند حارس المرمى. يا إلهي حلوة اللقطة من كريستيانو. شوفها على جهة اليسار عدى بشكل مذهل أمام المدافع. أجمل مهارة، أجمل مرور، لكن النهاية بعد ذلك عند حارس المرمى. رونالدو عودة للوراء. رونالدو في مباراة المجر سجل ثنائية. رونالدو مع البرتغال سجل تاريخ جديد في الأسبوع الماضي. لمسة إلى كارفاخال خطيرة وكرة عرضية لكريم. عندك ظهير ولا جناح ولا صانع لعب؟ هذا كارفاخال أجيبوني، هو ظهير ولا جناح أم أنه صانع لعب؟ كارفاخال. هدف لكريم بنزيما، هدف أول لريال مدريد. أعطينا اللقطة مرة أخرى. يا لها من تمريرة ويا له من كارفاخال، يا لها من لمسة ويا له من كارفاخال. شوفها مرة أخرى. يبدأ الهجمة، تحرك من جانب كريم اللي استقبل التمريرة. انتظر كارفاخال. هذه النظرة، هذه اللمسة، هذه تمريرة نجم، وهذه نهاية كريم في شباك ألافيس. هدف أول لريال مدريد. يتنفس معه الصعداء الميرينجي ويسجل بتمريرة رائعة من الظهير طائر من كارفاخال بهدف. طبعا سجل كريم. محاولة مدريدية في مكان خطير. صاروخي ماديرا من أجل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول ب10 دقائق. كريستيانو أمام الكرة قوية ولكنها تصطدم في الجدار. تحولت بعد ذلك إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد. ركنية لريال مدريد. اللقطة كانت خطيرة على سليقة في صراع اللقب. توني عرضية بالراس، يبعدها الدفاع مرة أخرى إلى إسكو. إسكو يحافظ على كرته. إسكو 1 على 1 أمام كاماراسا. إسكو مر يلعب كرة عرضية لكن أيضا مع تدخل الدفاع وبعد ذلك إلى رمية جانبية. بالتأكيد لمسة تعود لبيبي، خاطئة من بيبي. زيو هرنانديز متحرك في الجبهة اليسرى. زيو بالجناح ايسر خطير الى ايباي جوميز. كرة عرضية ديفرسون من الراس عدت خطيرة من جانب ديفرسون لكنها بدون متابعة. حلوة اللقطة الماضية من جانب ألافيس ولكن لم تجد إدغار مينديز بعيد في اللقطة الماضية. كاماراسا هو الآخر كان بعيد. شوف ديفرسون رادها تحضير، ولذلك فإن البعض من جماهير من مناصري برشلونة يأملون في إسكو، يجدون إسكو أيضا يتوافق مع طريقة لعب برشلونة. هو أيضا يتوافق مع ريال مدريد وكانت بين وعدت. خطيرة لمصلحة ريال مدريد، كانت خطيرة لم تتوافق مع جاريث بيل. شوف اللقطة، شوف اللمسة من جانب كريستيانو. هذا دانيلو على اليسار أفضل من دانيلو على اليمين. كرة كانت خطيرة جدا طبعا في دعم الهجومي القوي، لكن كرة جاريث بيل بقدر ما هي. رونالدو يلعب كرة بينية باتجاه جاريث بيل وتسلل على جاريث بيل. 45 دقيقة انتهت، دقيقة بدل الوقت بدل الضائع أيضا انتهت. هدف وحيد، لمسة رائعة من كارفاخال والهدف سجله كريم بنزيما. انتهى الشوط الأول بهذه الوضعية سيداتي وسادتي
على وقع هذا الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول اللي يعطي الراحة بعض الشيء لريال مدريد، ولكن ألافيس سيحاول في شوط المباراة الثاني.